لي الماتشات اللي اتلعبت، ماتشات الاهلي مع فيوتشر، وكانت قمه الاثاره، وبصفتك واحد يعني من الاجيال الكبيره جدا في النادي الاهلي، هل صادف قبل كده ان كان في ضربه جزاء ومخصص ليها لاعب، ان في لاعب تاني يعني مثلا كابتن خطيب كان بيشوط وهو موجود، مين تاني كان رقم واحد وهو موجود؟ كابتن خطيب لما خالد كان جد الله، موجود في طاهر ابو زيد، وكان في خالد جد الله، وكان في وقت مجدي عبد الغني، وفي وقت موجود انا، لكن هي الترتيب. وبعدين خلي بالك اكمل لك بس فضل السؤال، ان انت برضو وانت بتلعب وبعدين دربت النادي الاهلي فتره كبيره كويس، فبرضو وانت بتدرب كان في نفس يعني اجيال كبيره جدا، ده احمد متعب وتريكا جيل عظيم كان موجود، واحمد حسن وبركات ومعوض ووائل جمعه وعصام الحضري، لا جيل قوي. بص يا مهيب، في كل الاجيال اللي انا عاصرتها لعبت معاها، واللي كان الحمد لله كنت موجود في جهاز تدريب النادي الاهلي، مفيش لاعب مهما كان اسمه كان ممكن يفكر يغير كلام المدير الفني، يفكر مش يروح ينفذ. يعني ما حصلتش؟ بقول لك مش هيفكر مش هينفذ في كل. طب مجدي عبد الغني قبل كده عملها معاك قدام المقاولين العرب؟ مع مين؟ بس كابتن مجدي هو كان الاول. واداها لك. لا ايوه دي حاجه تانية. ليه؟ لا بص، لو علي معلول مثلا ترتيبه النادي الاهلي حاليا علي معلول هو رقم 1، تمام. لو علي معلول مش موجود يبقى رقم 2. لو علي معلول حاسس ان هو مش موفق في اليوم ده او في المباراه دي، من حقه يقول انا مش هقدر، يبقى كده الترتيب ايه؟ الثاني. صح. لكن هو بص يا مهيب، كلامي المدير اتفضل خش. انا عارف ان ممكن يبقى فيه احراج للكابتن علاء في الكلام في الحته دي، انا اديك بقى الخلاصه. مستر كولر امبارح ادان نفسه في المؤتمر الصحفي. انا لسه كنت انت برافو عليك، ماشي، ده اللي انا كنت هتستعجل ليه؟ انت بتحرق لي شغلي ليه؟ اصل احنا الكلام ده كله بنتكلم في هو احنا جايين بدري فاهمين يعني انا عمال انيم الراجل عشان اديها له. لا واعمل لي كده. انا بنام